السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. مع حضراتكم مستر مصطفى سمير A Teacher of English in a Language School. طبعا ودي قناتكم قناة تعليمولوجي بالنسبة للتعليم اللغة الإنجليزية. لو جينا نتكلم كده في إن إحنا عندنا في اللغة العربية في الكسرة بالنسبة لنا في اللغة العربية بنقراها إزاي؟ هنيجي نشوف مثلا الألف كسرة زي ما قلنا، مثلا الألف كسرة زي ما إحنا اتعلمنا بننطقها إيه أو إي، زي مثلا إبرة وإبريق. الب كسرة بي زي ما اتعودنا فبنقول بنت وبطريق. طب في عندنا بعض الاسماء اللي بيبدا باول حرف فيها مثلا بالمكسور زي اسماعيل وابراهيم. ايه الحرف بالنسبه لنا في اللغه الانجليزيه اللي بيساوي الكسره في اللغه العربيه؟ ده اللي نعرفه النهارده ان شاء الله مع حلقه اليوم النهارده، وحرف جديد في قناتكم تعليمولوجي في تعليم اللغه الانجليزيه. هنشوف النهارده ان شاء الله ايه هو الحرف اللي بيعادل الكسرة في اللغة العربية، ويلا بينا على الدرس النهاردة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم مع الدرس الثالث في تعلم القراءة بالنسبة للغة الإنجليزية. هنتكلم النهاردة عن حرف يعني سهل جدا، هو حرف الآي. طبعا بالنسبة للحروف اللي احنا اتكلمنا عنها والحروف مهمة جدا، حرف ال A وال E وال I وال O وال U اللي هي حروف المتحركة الفاولز. طبعا احنا قلنا الحرف ال A بقوله أو بنطقه حرف ال E حرف ال I مايل للكسر، هي الكسرة بالنسبة لنا في اللغة الإنجليزية، فبنقول عليه إيه. يبقى حرف ال I ننطق بقى الكلمات دي علشان خاطر نتدرب عليها. ب د ف ج. طبعا احنا اتفقنا ان حرف اللي جي بنطقه دايما ج، علشان نتعود على نطق حرف اللي جي ان انا بنطقه ج ه ج ل ك م ن ب ر س ت و ف ي ز. نتعود ان حرف الاي مايل للكسر، او الكسرة بالنسبة للغة العربية. ناخد بقى الكلمات اللي هي متكون من 3 حروف علشان ناخد خطوة خطوة في القراءة. اول كلمة معانا بد دد فن. طبعا الاختلاف بسيط جدا ان حرف الاي لكن حرف الاي فن جت هت جيم من لب بن. زي ما اتفقنا ان حرف البي لازم انطق حرف البي ان انا ادوس عليه اطلع هوا. بن رت ست تب فن وين يم زم. طبعا نزود حرف كمان، بيدا ديما هيلا جينا سيما جيلا فيما ليما. طبعا هنزود حرف تاني علشان نقدر نتعود على نطق حرف الاي مع الاي. طبعا احنا قلنا حرف الاي بقوله فب تن بتن ننطقه بسرعه. فطبعا لما اقرا في الاول اقرا ان انا اقسم الكلمه لسيلابلز يعني مقاطع، فانا بقسم الكلمه لمقطع على حسب ان هو سهل بالنسبه لي. فطبعا احنا عشان لسه بنتعود على القراءه فناخد حرفين ب تن همن سلم ولم بليدان. طبعا هنا زودنا حرفين كمان، احنا لازم نتطور شويه، فلازم اقسم الكلمه. فانا اقسم الكلمه ازاي؟ طبعا احنا قلنا حرف الاي بقوله ب لي دان بليدان. سلم من. طبعا احنا قلنا مفيش هنا حرف فاول، حرف متحرك في النص ما بين ال والام، فما ينفعش اطلع منها هوا، لا فتحه وكسر. سل احنا قلنا الاي سل من. الاي بقوله سلمن. هيلند جلل فيمن لتم لتر يلت. دي طبعا كانت الحروف بالنسبة او الكلمات مع حرف الاي. وطبعا احنا لازم ندمج حرف الاي مع الحروف التانية اللي احنا خدناها علشان خاطر ان احنا نظبط الحروف القديمة وتكون معانا على طول ان شاء الله، لان مفيش كلمة ما فيهاش حرف من ال5 اللي احنا قلنا عليهم، لان هي دي الحروف الاساسيه في اللغه الانجليزيه. فلازم ادمجهم مع بعض في كلمات تانية علشان اتعود على نطقهم واعرف الاختلاف في النطق ما بينهم. شكرا لحضرتك.